في الاجتماعات الدورية اللي بنعملها الباشن تو بروفيت كوميونتي بنسمع مشكلة فيري كومن كل الناس بتشتكي منها بشكل كبير، الا وهي ما عنديش وقت اشتغل على الباشن بتاعتي. هي ما كانش عندي وقت خالص الاسبوعين اللي فاتوا دول اني اتحرك او اعمل اي بروجرس في الباشن بتاعتي. فكلمة انا ما عنديش وقت بنسمعها كتير، مش بس حتى في الكوميونتي، ناس كتير قوي بيبقى نفسها تعمل حاجات كتير قوي في حياتها بس ما عندهاش وقت. انا ما عنديش وقت. فاولا الجملة دي مغلوطة، لان الوقت هو مورد ثابت مش مورد متغير. بمعنى انه ممكن ما عنديش فلوس مثلا، ده نقدر نفهم ده. في ناس عندها فلوس قليله وفي ناس عندها فلوس كتيره، فالمورد ده متغير. انما الوقت من الموارد الثابته، يعني هم ال 24 ساعه عندك عند غيرك، كلنا عندنا 24 ساعه. فكلمه انا ما عنديش وقت دي كلمه يعني مش مفهومه. امال انت قصدك تقول ايه؟ خليني اسمعك كده اللي انت قصدك تقوله فعلا، عشان لما تدرك ان هو ده حقيقه المشكله تقدر تتحرك عشان تحلها. لكن طول ما انت فاكر ان المشكله ان انت ما عندكش وقت مش هتعمل حاجه. فاصل اللي انت عايز تقوله ايه؟ لما تقول انا ما عنديش وقت، فانت اللي انت بتقوله فعليا والله انا عندي اولويات تانية كتير اهم بكتير من ان انا اشتغل على الحاجه اللي انا بحبها. وبالتالي بيفضل يعني انا بدي وقت للشغل اولويه قصوى، للبيت، للمسؤوليات، وببقى مستني يفضل شويه وقت في الاخر لو في وقت ابقى اديه للباشن. بس للاسف ما بيفضلش وقت، بيبقى اليوم خلص او ببقى تعبت فما بلاقيش وقت اشتغل على الحاجه اللي انا بحبها. فبتقول انا ما عنديش وقت، ولكن حقيقه الامر ان انت بتقول الباشن بتاعتي مش اولويه اولى في حياتي. ان انا اشتغل، ان انا اكبر الحاجه اللي بحبها عشان احولها في يوم من الايام تبقى ماي فول تايم بزنس، او يبقى حتى سمول بزنس بديله جنب شغلي، دي مش من اولوياتي حاليا. على قدر ما انا نفسي يعني حاجه حلوه ان اعمل كده، بس الحقيقه مش من اولوياتي دلوقتي. فهو ده قرارك. انت عمرك، كلنا عملنا كده لما بتاخد كورس معين مثلا، وليكن مثلا MBA، فبتبتدي تفرغ وقت عشان تاخد الكلاسز كل اسبوع، بتبتدي تفرغ وقت على ممكن تاخد اجازه من شغلك 6 شهور قدام، تبقى متفق مع مديرك عشان انت عارف ان بعد 6 شهور عندك امتحان، فلازم يبقى في اسبوع افرغه علشان اقعد اذاكر. تقعد تحضر وبتظبط الوقت بتاعك علشان تعمل الحاجه دي. ومجرد ما اترفعت بقى الكورس ده او بقى اولويه قصوى بالنسبه لك وهدف مهم انت عايز تتحرك عليه، فبتزود درجه اولويته، فبتلاقي له مساحه. لان خلي بالك مفيش وقت تعمل كل اللي نفسك فيه، لازم تبقى عارف كده كويس، لكن دايما في وقت تعمل الحاجات المهمه. فهي قرارك ايه المهم النهارده اشتغل عليه. لو ما عندكش الرغبه الكافيه او ما عندكش الاحتياج الكافي انك تشتغل وتبني الحاجه اللي بتحبها عشان في يوم من الايام تشتغل الشغل اللي بتحبه، وفي يوم من الايام تسيب الشغل اللي انت ما بتحبوش ده وطهقان منه وزهقان وعامل لك ضغط عصبي ومش لاقي نفسك فيه وكل الكلام ده، لو ما عندكش اولويه قصوى النهارده انك تبتدي تشتغل على الحاجه اللي بتحبها وتكبرها مع الوقت لحد ما تبقى حاجه تقدر تعتمد عليها وتقدر تشتغلها فول تايم، او يبقى هو الفول تايم كارير بتاعك او الفول تايم بزنس بتاعك او ايا كان، لو دي مش اولويه بالنسبه لك ما تقولش بقى ما عنديش وقت. خليك فاهم اصل المشكله ايه، ان انت قررت قرارك ولازم تبقى انت راضي على قراراتك ومتصالح مع نفسك. فلو انت قررت ان الباشن بتاعتي مش اولويه النهارده، يبقى قول الحقيقه انا الباشن بتاعتي مش اولويه النهارده. ما تقولش انا ما عنديش وقت، لان هي مش هي دي الحقيقه. فكر كده في الموضوع ده وشوف ايه الحاجه المهمه اللي في حياتك واديلها الاولويه المطلوبه. شوف ايه السبب، انا ليه عايز اعمل ده. لو عندك enough reasons هيبقى عندك priority اعلى للحاجه اللي انت عايز تعملها، وبالتالي هتقدر تحقق اللي انت عايزه، ومش هيكون مشكله الوقت دي هي المشكله الاكبر بالنسبه لك. شكرا واشوفك على خير في فيديو تاني.